القصه ان السيسي مصمم على تهجير اهالي الوراق وانه يبيع الاراضي زي ما حصل في كل حته في مصر وراس الحكمه وغيرها وغيرها. وبيحصل نفس الكلام دلوقتي في مطروح، تهجير اهالي برضه. اديكم شايفين ما عادش في حل. ما عادش في حل، الحل الوحيد ثوره. الثوره اللي بننادي بيها الان وبنحضر ليها، الناس اللي عماله تدفعنا ننزل، مش هننزل الا لما الاعداد اللي احنا عايزينها نوصل ليها وتكتمل الخطط. وزي ما قلت ارجعوا لورا شويه، لو في 73 كان مصر خدت قرار انها تحارب اسرائيل قبلها بسنه، قبل ما تجهز الخطط والعمليات وكل شيء يبقى جاهز. مش هننزل لو احنا جاهزين، بس عشان نجهز بيكم انتم، بيكم انتم لازم العدد اللي احنا حاطينه كاستراتيجيه نوصل له. لازم نشوف الزحام في الشارع. الامر متعلق بالشعب المصري مش متعلق بينا احنا. احنا عايزين ننزل بكره، عايزين نخلص بكره، بس ورونا. لازم نصر ثوره المفاصل في كل احياء وشوارع مصر وكل المدن، كل الناس تتكلم عنها. معارضه تخلت، الله غالب، معاهم ربنا. معاهم ربنا. الشعب عرف مين معاه ومين ضده. احنا مكملين لاخر يوم لحد ما نحرر بلدنا او نموت. مش هنسيب اهالينا واولادنا واخواتنا جوه الوراق يتسجنوا ويتذبحوا وتتاخد اراضيهم. وزي موضوع السفينه، احنا قلنا السفينه الحربيه اللي رسيت وطلعت بياناتها دي برضه، ما هتلعب بياناتها فوق. ده بيقول لكم ان في ناس برضه شرفاء يا جدعان، محدش دماغه تسرح بعيد. السفينه اللي دخلت بالمتفجرات كان عليها علم المانيا، غير السفينه اللي اتحركت عليها علم اسرائيل. دي واحده ودي واحده، دول سفينتين. اللي بلغ عن السفينه والحاويات والمتفجرات والحاجه اللي فيها من البحريه. اللي صور السفينه مش الاهالي. هناك شيء ما متعلق بما هو قالوا. احنا داخلين على نكسه 67. عايز اقول لكم اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي ومن غير تفسير كتير وتوضيح كتير، كان تقريبا ده الظروف اللي احنا بنعيشها بعد 67 في مصر. ورئيس الوزراء يقول لك احنا داخلين اقتصاد حق. انا اخشى شيء هذه الايام، وافتكروا كلامي مش زي كل مره. هو يا هيسلم يا هيبيع يا هيمشي يا هيقسم يا هيورطنا في حرب. في مصيبه جايه وجايه قريب جدا، لا تتعدى ايام او اسابيع. من اول لحظه ويعلم الله سبحانه وتعالى قبلت ان انا اشتغل ضد هذا الرجل وارفض هذا الرجل، عارف ان ممكن يحصل لي اي حاجه في اي وقت. هي مش خوف خالص، لكن قلقان على بلدي وقلقان على الناس وقلقان على اهلي وقلقان على اولادي. طبعا قلقان، وكل اللي بيحصل ده مش قلقان. قلقان بس مش خايف. وعندي يعني مش عارف اقول ايه، عندي استبشار، عندي امل، عندي تطمين داخلي غريب ان احنا هنخلص وان الشعب هيستجيب. مش زي اي مره ولا كل مره، لان المره دي مصدق ان الدعوه اللي طالعه الان لعمل ثوره بهذا النظام هي دعوه من ناس ما لهمش اي مصلحه، لا لمصلحه جيش ولا لمصلحه دوله خارجيه ولا لمصلحه واللي عنده اي حاجه ضدنا يطلعها. اذا كانت المعارضه بتتجاهل او بتضرب او يطلع اي حاجه، احنا اهو نتحدى، طلعوا اي حاجه ضدنا. احنا مصريين زي اي حد في الشعب المصري، عايزين البلد دي تخلص، عايزين ننضف.